نادي ماينز الألماني بيعلن فسخ تعاقده مع اللاعب المغربي أنور الغازي بسبب تعاطفه مع غزة، ولكن هم عاملين كل القضايا زي قضيتهم اللي هي الملونة في كأس العالم لما نزل الفيفا قرار إن اللي هينزل بشرط المثالية هياخد كارت أصفر. فهو كده عاملين إن كل الناس اللي بتدافع على قضية تافهة زي قضيتهم، ما يعرفوش إن القضية دي الناس هتفدي روحها ودمها وفلوسها وكل مستقبلها الدنيوية، كل حاجة في الدنيا تفديها. ما يعرفوش ان القضية دي شرف أمة، شرف عرب، شرف مسلمين، شرف مؤمنين، شرف رجال الدين، شرف تاريخ خدناه من ناس ورثونا دين، ورثونا تاريخ مشرف من الغزوات والفتوحات. ما يعرفوش ان هم مهما عملوا عمرهم ما هيحوشوا من جوانا كشعب، عمرهم ما يحوشوا من جوانا ان احنا نتعاطف مع غزة مهما عملتوا. وحتى يعني انت لما فسخت عقده او هددت بفسخ العقد هو ما رجعش، لان القضية تخصه قضية حقيقية مش زي قضية المثالية اللي انتوا بتدعموها. وده اللي يفرق اهل الحق عن اهل الباطل، لان اهل الحق على طول بيدعموا قضيتهم مهما كان الثمن. ولكن الرجل دهاتي او اللاعب دهاتي سيشهد التاريخ له انه قال لك لو لقمة عيشي هتمنعني ان ادافع عن فلسطين فانا مش عايزها. الرزق على الله مش على ماينز. الناس دي اشترت الآخرة ما اشترتش الدنيا، فعشان كده بالنسبة لها المستقبل في الكورة عادي. سيشهد التاريخ أن هناك رجال من الشعب وليس لهم قادة، وإن هم قدروا اللي هيقدروا عليه عملوه، سواء كان الدعم على السوشيال ميديا أو دعم باللسان أو دعم في الواقع، فهم اللي قدروا عليه عملوه، عكس ناس تانية خذلت القضية وخذلت المسلمين وخذلت العرب وبعد كل حاجة من أجل دنيا فانية. ما يعرفوش ان مهما عملت اسرائيل فالنصر قادم، ده وعود ربانية. هم ما يعرفوش، هم مش مؤمنين ان الوعد الرباني لازم يتحقق، ومهما طالت السنين ومهما جات ومهما عملوا ومهما دارت الايام ومهما حصل فيها قصف، ده لو كل فلسطين طلع من فلسطين لابد اللي هيجي اليوم اللي هتطلع اسرائيل. ده وعود ربانية احنا مؤمنين بيها عمرنا ما نكذبها. والشعوب اي واحد ما بياخدش مصلحة، او اي واحد ما فيش في ايده كرسي سلطة، عمره ما هيكون متضامن مع اسرائيل. لان اللي بيتضامن مع اسرائيل ده انسان مرتشي، انسان خاين، انسان بايع، انسان كل الصفات الخيانة اللي هي تشبه لليهود. لان عمر التاريخ ما هينسى ان اليهود اوسخ ملة جات على وجه الارض، سواء كانت في الخيانة، سواء كانت في عقد العهود، سواء في كل حاجة. ولكن احنا كمسلمين مؤمنين ان دي قضية مقدسات، قضية ديانة، قضية عرب، قضية عرض، قضية شرف، وعمرها ما هتيجي معانا بالساهل. عمر ما في واحد فينا يتخاذل قدام فلسطين. ولكن ان الشعب ما بيد حيلة، هيعمل ايه؟ هيحارب؟ ما عندوش اي امكانيات، ما عندوش غير الدعاء، ما عندوش غير الدعم بس. ولكن ما اقدرش اقول غير ان حسبي الله ونعم الوكيل، لان احنا صح بنشاف مناظر تروق. حسبي الله ونعم الوكيل.